عمرو بن معد كرب. الصحابي أبو ثور عمرو بن معد كرب الزبيدي من أمراء قبيلة زبيد وشاعر وفارس. اشتهر بالشجاعة والفروسية حتى لقب بفارس العرب، وقد شارك في معارك الفتح الإسلامي في الشام والعراق، وشهد معركة اليرموك والقادسية، ولم يتخلف عن حرب مع المسلمين ضد أعدائهم قط. في يوم اليرموك حارب في شجاعة واستبسال يبحث عن الشهادة حتى انهزم الأعداء وفروا أمام جند الله. وقبيل معركة القادسية طلب قائد الجيش سعد بن أبي وقاص مددا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليستعين به على حرب الفرس، فأرسل أمير المؤمنين إلى سعد رجلين فقط، هما عمرو بن معد كرب